أنا أجيت عالدنيا غصب عنها مش بخاطرها، ما كانش بدهياني. أبوي ابن 21 سنة تجوز فاطمة بنت الجيران بنت ال15، حبلت أمي وبعد 9 أشهر صرخت الداي بعد صرخة أمي مبروك طه يا أبو طه، وكبرت الرجال وزغردت النسوان. بس طه بعد أقل من 2 مرض ومات. حبلت أمي كمان مرة وكمان مرة صرخت الداي بعد صرخة أمي مبروك طه يا أبو طه، وكبرت الرجال وزغردت النسوان. بس طه الثاني مات بعد مدة أقصر من أخوه. حبلت أمي كمان مرة، بس هاي المرة أجت صبحية الفتاحة جارتنا وقالت غيروا لفاطمة اسمها جاي بالنحس، وما تكون كسول يا أبو طه قام سماها نجمة. وأجت طلق وأجا طه وكبرت الرجال وزغردت النسوان. بس طه الثالث ما طول ومات بعد مدة أقصر من إخوته الاثنين. هاي المرة اجت صبحية الفتاحة فارعة دارعة وقالت غيروا لطه اسمه، طه ما رح يعيش، الله ما بده طه. وافق أبوي مكسور الخاطر وحبلت أمي وجابت صبي وسموه ميلاد. بس لما الميلاد مات وما طول انتفض أبوي وقال والله ما عدت أعيدها بلا ما أنقل من هاي الدار، ونادى على معمرجي من الناصري عمر له دار 3 غرف مدهونات بكلس، نقل فاطمة عليهن وقعدوا يستنوا. وبعد 9 أشهر صرخت الداي بعد صرخة أمي مبروك طه يا أبو طه. هالمرة ما حدا كبر ولا حدا هلل ولا حدا فرح. الكل كان مفكر انه اللي اجا كمان طه، بس اللي اجا كان انا طه محمد علي عبد المعطي عبد القادر عيسى ابراهيم عيسى سليمان بكر نجم. فاطمة بكرة روحي اشتري بسطار لطاها، بدنا نوديه على مدرسة البلدية يكمل تعليمه. بسطار ومدرسة بوي بداية عصر الذهبي. أنا دايما بحلم ألبس بسطار، بدي أتخلص من الجروح من الدعسات على شقف قزاز مكسر وشقف حديد مصدية وحجار مسننة والشوك وصراخ أمي المليان حنية لما أروح على الدار وبإجري جرح كبير والدم يشرشر من تقول لي ولك مستاهل يا غضيب، ولك مش يا حبيبي قلت لك 1000 مرة اتركنا من اللعب هذا. فاطمة أمي ست بيت مدبرة ما حاش تشتري البسطار من الدكان حقه ليرة. استنت مدة مرق المغربي بياع الكنادر على حارتنا البسطار ب20 قرش، دفعت الثمن القروش اللي معها والباقي دين من ام قاسم جارتنا. وقتها أول مرة فهمت شو يعني قلة، وانه ابوي خلافا لاخوه على قد حاله، حالته الماديه مش مليحه عطيله، لا بيقدر يشتغل ولا يفلح، كان كل ما تضيق الحاله يبيع شقفه ارض يسلك الحياه بمصرياتها. ابوي كان حاطط امله فيي، وداني على الكتاب وبعدين رحت على المدرسة وفي امتحان التصنيف رفعوني دوز دغري على الصف الثاني. رفعت راس أبوي من أول غزواتي. في البدء بدأنا خطواتنا في بحر اللغة العربية، كتاب البستان لإسعاف النشاشيبي اللي كان يحتوي على أصول وبحور الشعر العربي. وسيكون الشعر ملاذي في الدنيا. بعد ما قرأ علينا الأستاذ بيت شعر لابن رشيق: الشعر شيء حسن ليس به من حرج، فعلموا أولادكم عقار طب المهج، وفتح الدنيا جديدة في وجهي، من جحا لكليلة ودمنة يوليوس قيصر شكسبير عنترة. عنترة أبوي كان يحبه لأنه كان بطل مغوار وكريم النفس. أنا حبيته لأنه كان شاعر: ألقى صدور الخيل وهي عوابس، وإني نحوها ضحوك وبشوش، إني أنا ليث العرين فمن له قلب الجبان محير مدهوش. يا سلام. في المدرسة كانوا ينطونا كتاب في الأسبوع نقراه ونرجعه. أنا هذا الحكي ما كان يكفيني، فصرت من رواد مكتبة الحج طاهر. الحج طاهر جارنا عنده رف في البيت عليه كتب مسميه مكتبة، بأجر الناس كتب عشان تقراها وترجعها. الله يرحمه كان عنده مشروع لتثقيف أهل البلد، كان بده الناس تقرأ عشان توعى وتستوعب إنه في مخططات لسرقة البلاد كلها. بس الحج
الحاج كان ينفخ في قربة مخزوقة. أنا كنت أسمعه في مضافة أبوي يقول إنهن بدهن يسرقونا البلاد، وأضحك بيني وبين حالي، أقول كيف يعني بدهن يسرقوها؟ بدهن يجوا علينا بالليل وإحنا نايمين، يسحبوها من تحت جرينا، ونصحى الصبح نلاقي حالنا نايمين ولا شيء. الحمد لله على سلامتك يا ام طه، ومبروك يوسف. الله يسلمك يا ابو طه، يتربى بعزك. كان باقي من العز 3 حواكير، واحدة للموني وواحدة للقمحات وواحدة للزيتونات، بعد ما باع شقفة الأرض ورا أخته عشان يطعمينا ويلبسنا ويقاعدنا جنبه في مظافته. همه الأساسي مظافته، وبكرش قهوته، والدلي كان مستعد يعمل كل شيء عشان يحافظ على ضيوفه في المساء ويسمع سيرة عنترة وأخبار الجرايد والحكي عن اللي راح وعن اللي جاي. يوم اجى اخوي يوسف على الدنيا، وقبل ما جوزة الطق وخط شواربي ينبت، وقبل ما اطبق ال10 سنين، فهمت انه البيت لازم معيل قبل ما ايد ابوي تنمد تطلب اكل لاولاده. احمد وحسين جيراننا عندهم بيكب بيشتروا بيض المنطقة كله ببيعوه في حيفا. احمد في البداية برم بوزه، بس حسين قال لي جمع البيض اللي بدك اياه وبتصير تنزل معنا حيفا تبيعه، واللي بتطلعه حلال عليك. حيفا أنا كنت صرت زاير الناصري كم من مرة، أكبر من صفوري بلدنا في شوي، فيها شوية شغلات أكثر، مصانع دخان، سبيطارات، بيوت زهرية بشبابيك قزاز، بنات بتنانير، ودار سينما. عنا بصفوري كانت شباب البلد تنصب ملحفة على عمودين بالبيادر وتهجم البلد كبير وصغير تحضر أفلام مصرية. حجات البلد تسقسق كل ما مشهد يطلع فيه البطل والبطلة برقصوا مع بعض أو بيسبحوا مع بعض، وتقول وحدة عيب هالخلاعة هاي، والله هاي خلاعة. أما بعمرها ما وحدة منهن تركت الفيلم قبل ما تطلع على الشاشة كلمة النهاية. بس حيفا 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 مدهشة. حيفا مدينة على الأصول، سيارات، شوارع مضوية بلمبات، مصانع، دكاكين فاخرة، ناس، إشكال الوان، بدلات وقرفتات وبحر. أنا بحيفا كنت أول مرة بشوف يهود وعرب بيحكوا مع بعض عادي. أنا أول مرة شفت اليهود كانوا جايين مجموعة استكشاف من الكيبوتس، كانوا حاملين خوارط ومطارات مي، وكانوا شلة شباب وصبايا، والصبايا كانت لابسة شرطات. هاي كانت أول مرة عيني بتشوف صابونة ركبة بنت في حياتي. بحيفا شفت زلام ونسوان ماسكين ايدين بعض وماشيين بالشارع عادي، حتى شفت منهم اللي قاعدين بالقهوة بيشربوا قهوة وبتخرفوا وبيقروا جرايد. أنا أول مرة بشوف حدا بيشرب قهوة لحاله وبدفع الشيء الفلاني حق فنجان القهوة. غريب. بعت كل بضاعة بحيفا، رحت قبضت المصريات، أكلت حمص بلحمة، شربت لموناضة، شميت ريحة المشاوي، ريحة أكزوستات السيارات، ريحة دهان الكنادر، وريحة البحر. شفت السوري، الأردني، الألماني، سمعت إنجليزي، أرمني، عبري، وسمعت موسيقى. روحت مسحور من حيفا. بس الأهم كانت نظرة أبوي لما فتت على الدار وبإيدي 5 جنيهات بالتمام والكمال، بالوقت اللي المعاش الشهري لبوليس عند الإنجليز يا دوب يوصل 4 جنيه. عينين أبوي كان فيهن فوق ما فيهن نظرة راحة. شف من فنجان قهوته وقال فاطمة حطي لقمة لعطاها يوكلها. الحاجة تحولت لمتعة. جمعت شوية مصاري وفتحت شباك الديوان عنا بطل على الطريق الرئيسية. عبيت لرفوف علكي وشوكولاتة ودخان وقلام، وتاج العز كان بلوك ثلج في لجن محوط بقناني جازوز بطعم البرتقان والليمون والتفاح، محوط في بضاعة في الديوان مثل ملك، محوط بجواهره. اشتري ابيع اتعلم اشتري ابيع. ضحكت ابوي رجعت عبت الدار. امي اذا استحلت فستان يصلها بدون غوشات ومخانقات. اخوتي لبسوا بساطير واللحمة بطلت فكرة. وأنا مبسوط كثير، لأنه النجاح العلمي مع النجاح التجاري كانوا أسباب تعييني سميع راديو.
يبعثوني رجال المضافي أسمع الإذاعات، صوت القاهرة، صوت دمشق، إذاعة الBBC من لندن، وإذاعة صوت برلين، ومذيعها صاحب الصوت الجميل الرقيق يونس البحري. بعد الاستماع أرجع على المضافي وأعيد اللي سمعته في كرجة مي وبسرعة معلق رياضي عن مستجدات الحرب اللي أعلنتها برلين ومن لها زملاء في المحور على لندن ومن لها حلفاء، أو بالعكس. أنا من بين كل الإذاعات كنت أصدق لندن أكثر شيء، كنت أكرههم للإنجليز، بس كانوا موضوعيين أكثر من الباقي. زلام البلد كانت مقسومة لقسمين، قسم تابع للحج أمين وبدعم برلين، وقسم تابع للندن وبيدعمها. رئيس مجموعة لندن كان الشيخ صالح، هذا رئيس البلدية معين من قبل حكومة مرابط خيلنا. أما رئيس مجموعة برلين فكان المحامي حسن، خريج جامعة اسطنبول الموالية لقوات المحور. لما كانت توصل أخبار الانتصارات الرومي للثعلب كان المحامي يلبس بدلته بكامل قطعها، يلوق طربوشه التركي، يمشي بالبلد معنق يتمخطر وبسمته من الذان للذان. أما الشيخ صالح يقعد جمعة ما يطلعش من الدار. أما لما وصلت أخبار معركة العلمين واندحار رومل فيها، الشيخ صالح ذبح ذبيحة وعزم كل أهل البلد. أما المحامي نكس راسه وعقد حواجبه وصفق صحن سميد حاف يخلو من كدر اللحم والفرح، وطرش لندن والشيخ صالح كم من دعوة. أي لو إنهم ضبطوا كانت صارت لندن طرواد الثانية والشيخ صالح أكلته الكلاب. بس مع هيك كان الشعور كأنه الشقطين مختلفين على فرق فوتبول، وكأنه هالحرب ما راح تغير بوجه الدنيا بشكل ما حدا فكر فيه. طه تعال يابا نروح عند دار عمك نبارك له، اجته بنت. رحنا فتنا، امي زغردت وابوي كبر وهلل وعبط عمي وقريه الفاتحه وقال لي اميره الك يا طه. أنا الصراحة انبسطت، صرت أملك شيء، حبيتها من لحظتها. حتى لما روحنا على الدار قلت له طب ما دام أميرة إلي ليش ما روحناها معنا؟ ابتسم وقال لي بكرة بتكبروا وبتروحها معك وبتظلها عندك. كان عمري 4 سنين، ومنها ذاك النهار وأنا استنى، وكبرت أميرة وكبرت أنا وأهلي ودار عمي نسيوا الموضوع، بس أنا بعمري ما نسيت. حتى صرت بدي أصير زلمة بأسرع ما يمكن عشانها. صرت أدخن ابن 14 سنة ألطي تحت التيني استناها تيجي عنا أو تمرق من جنب بابنا. أما أكثر من كيف حالك ومرحبا بعمري ما قلت لها. يا باي شو كنت أخجل منها، أقلب مثل النمل قدامها، وهي ملعونة عارفيت لي وتلعب دور صعبة المنال بامتياز. والذي يبدو يا أميرة أن الطيور والأنهر أيضا تتذكر أوطانها في المساء. فمن خلال شتاء صحراوي ممتع يملأ القلب بالحرير والبراعم أستطيع أن أرى لوعة الطير وشوق الأنهر. أستطيع أن ألمح أسراب الفراغ المجوف كالسراديب. أستطيع أن أشهد فجيعة المزاول وهي تتراجع كسفن أضاعت الموانئ، كجيوش فقدت الماء والقادة. يا مسهل، نازل على الناصري. خير؟ بدي أشتري شوية بضاعة. شو بدك تشتري؟ عادي، سكر وقهوة وشاي وكزوز وحلاوة. الدنيا رمضان والعيد قرب والشغل بيكتر. طيب تحطش كل مصرياتك على الإغراض، خلي معنا شوية مصاري على جنب. لا، ما أنا بدي أشتري لي كمان كم من سخل. كان أبوي قاعد تحت التيني مولع البريموس عم بطبخ قهوته تيسقيها لضيوفه في المساء. زاح عكاشته من إيده، ركاها بعرق التيني، سحب علبة دخان وبلش يلف سيجارة. جحرني وقال شو بدك بالطرش؟
أنا عارف، بعلفنها جمعتين زمان وببيعهن، شو الناس بدهاش تعيد، بنربح فيهم منيح. يا ولد الدنيا مش على بعضها، والناس عم تشرن ببيوتها، ويعلم الله إذا الدور جاي علينا ولا لا. خلي هالقرشين معنا يمكن نعتازهم. اتكل على الله يابا، إن شاء الله ما بيصير شيء. بعدين إحنا برات حدود التقسيم، وعكا برات حدود التقسيم ودخلوها. أنا لمحت أميرة عم تفرم ملوخية على باب العتبة وسمعتنا. إحنا مش عكا يابا، إلا إحنا أحسن من عكا. حط عقلك براسك يا ولد. أنا كنت أحلم أبني بصفوري سوق مثل سوق الناصري، ابن الحاصل جنب الحاصل، دكاني بجنب أختها، ملحمة بحدكزية حديها بقالي حديها دكانة أواعي، وكلهن محوطين بشجر فاكهة. وفوق الدكاكين ابني بيوت لأهلي وإخوتي ونسوانهن، بيوت شبابيك على الغرب، الهوى الغرب عصرية برد الروح، وبيت إلي ولمرتي أميرة. يمكن لو أميرة ما كانت على العتبة وسمعتنا كنت رديت عليه، بس قعدتها هناك خلتني ما أرد عليه. يمكن تأثبت لها إني زلمة أبصر. المهم إني ما رديت عليه. نزلت على السوق، شريت كل بضاعة، السكر، القهوة، الشاي، الكزوز، الحلاوة والسخول. حطيت كل مصرياتي وروحت. لما انهوبت على ساحة بيتنا مع البضاعة، كان أبوي واقف على عكازته باب المظافي، شافني، طلع علي، هز براسه، فتل، فات وغلق الباب وراه. أنا يوم ما قررت إنه بدي أحكي لأبوي إنه نروح نطلب أميرة من دار عمي، كنت سارح في السخول في السهل. الدنيا ليل، القمر بدر، البويات بتزعق صوتها دابب الرعب فيه قبل السخول. أنا كنت أرعاهم بالليل لأنه الدنيا كانت رمضان، ونهار بنهار الدكانة كانت مليانة زباين. شوي صرت أسمع صوت ذبانة في الجو، بس صوت الذبانة هذا جاي من بعيد، مش معقول أسمع صوت ذبانة من هالبعد. بعدين الصوت صار يقرب ويرجع يبعد. هذول ذبانتين مش ذبانة واحدة. السخول عندها حدس رهيب، كربجت برضها وصارت معي، لا مشت معي، صارت تبكي. فجأة شفتهم طيارة وكمان طيارة. هدول مش أول طيارتين بشوفهم، كنا صرنا شايفين طياراتهم بتعوم بسمانة، بس هدول الطيارتين كانوا غير شكل، كانوا كأنهم بتطلعوا علي، مبحرات فيي، مكشرات في وجهي. وقبل ما أفهم على نظرتهم صوت بشل العصب، وقعت في أرضي بعد ما ركبي هالت، ومسكت راسي بين يدي وبلشت أصرخ أبي أبي. بعد مدة ما بعرفش قديش هي، رفعت راسي ولا أنا لحالي في السهل. السخول تفرعطت وما عرفت لوين. فزيت وبلشت اركض باتجاه الشمال، باتجاه البيت. كانت كل الناس بتركض بريت البلد وانا الوحيد اللي بركض جوات البلد. فتت على الدار فيش حدا، فتحت باب المظافي لقيت بكرج القهوه بعد بيطلع منه هبال وريحه قهوه معبي الجو. طلعت لبرا لقيت جيراني اللي سالتهم وين اهلي، قالوا لي اهلك شملوا بستنوك عند قبر بنات يعقوب. بلشت اركض اجري فوق راسي، مرقت على دار امي دار اميره، ما فيش حدا. صرت اركض باتجاه الشمال، كانوا اجري اسرع من تفكيري. كان كل همي اشوف اميره لما اوصل، لانه عم بسمع انه في ناس ماتت في القصف. وصلت اطلعت شفتها، نهدت، ارتحت. وين سخول؟ أنا لو أني توقعت السؤال من قبل كنت أجلت وصلت سنين. سؤال أبوي مش مستني رد، سؤال ثقيل بهد جبل، وأنا مش جبل، أنا ولد ابن 17 سنة. سكت، زاح عينه عني مشيت. مشينا يومين، قطعنا فلسطين وصلنا لبنان، وما حطش عينه في عيني. هو أصلا لو كان بده يحطها ما كانش راح يلاقي عيني. خيبت أمله كمان مرة، بس هاي المرة كانت أصعب علي لأنه أميرة كانت هناك.
كانت كل الناس تفكر كيف بدها ترجع على بيوتها وانت، وانا الوحيد لا افكر كيف بدي ارجع سخولي. نحن لم نبكي ساعة الوداع، نحن لم نبكي ساعة الوداع، فلدينا لم يكن وقت ولا دمع ولم يكن وداع. نحن لم ندرك لحظة الوداع أنه الوداع، فأنى لنا البكاء. يا أولاد، يا أولاد حارتنا، يا صاروا قرعتنا، يا قرعتنا تيني، يا أنا مع إني صرخت يويا بأعلى صوتي وكل أمل إنه الرد تعبي الفضاء، صوتي طلع مثل صوت صوص ممعوت، يا أولاد. واجت الردة على شكل اليويا، قاسم صاحبي على يميني، مع انه كان مشكلجي انا كنت احبه، كان منفذي الوحيد لطفولتي، كانت ضحكته معبي ثمه دايم دوم، كان يسرق البيضة سخنة من تحت الجاجي نبدلها بسجاير ونروح ندخنها ورا الدير ونقح مثل الزلام اللي في مضافة ابوي. كنت ارافقه في السر على البساتين، نسرق فاكهة ونركب حمير ونعمل سباق حمير. قاسم كان أروع واحد في ركوب الحمير وبقلاعه بعمره ما خاب. هسا لما طلعت مني اليويا مثل الصوص وصوتي خانني والولاد ضحكت علي بدل ما ترد علي، سحبني قاسم من ايدي وردني وراه وصدح بصوت مثل النحاس الأحمر برن رن سمعوه بالناصري، يا أولاد. واجت الرد على شكل اليويا، طلع علي قاسم وقال لي ولا يهمك انا بظهرك، بس انت عليك يويا، يسلم ايدك يويا، من فور سيدك يويا، بدنا منقوشي يويا، صبحي بوشوشي يويا، تحدى العبوشي. اهل صفوري فتحت كل هالشبابيك والابواب وتطلعوا يتفرجوا على اليويا تبعتنا، تبعت قاسم، من حاره الدكاكني والزعارير والشناوي، والناس تصلي على النبي ويدعوا لنا بدوام التقدم والنجاح في دروسنا. وفي اشاره من قاسم وقفنا عند تل العيد بعيد شي 10-12 قولة يويا عن فرن سيدي عوض، ريحة مناقيش الزيت والزعتر فايحة. ركضت أسابق الريح، وصلت عند سيدي ألاهد، قلت له سيدي بدي مناقيش إلي ولأولاد اليويا. قال لي حاضر يا روح سيدك. كم واحد انت؟ قلت له احنا واصل وسليم وصالح والتوم ولاد خالتي أمينة وعطل هاشم لطفي الصالح وإبراهيم الأحمد وأنا. قاسم قال لي يعني 10. طيب تفضل، هاي 10 مناقيش، لكن تنساش يا روح سيدك انه 100 مرة ومرة قلنا لك فكنا من قاسم. قاسم ترى أين أنت؟ أنا لم أنسك خلال هذه السنين الطويلة كأسوار المقابر، دائما أسأل عنك العشب وأكوام التراب. أأنت حي بعكاز وهيئة وذكريات؟ هل تزوجت ولك خيمة وأولاد؟ هل حججت؟ أم أنهم قتلوك على مداخل تلال الصفيح؟ أم أنك يا قاسم لم تكبر فاختبأت عند 10 فلم تزل قاسم الصبي الذي يركض ويضحك ويقفز عن السناسل، يحب اللوزة ويبحث عن عشاش العصافير. أوامر. أنا دخلت على علي البجزي قاعد في نص دكانته بولع نار أرجيلته، زلمة زخم من العيال المشهورة في بنت جبيل في لبنان، لمحني وبدون أي اهتمام قال لي أوامر. أنا كان حلقي ناشف مثل الحجر من خوف ليزتني من المحل. أنا سكتت مدة حسيتها عمر، بعدين قلت أنا مجبور أحكي، اللي بده يصير. قلت له سيدي أنا اسمي طه محمد علي، أنا فلسطيني من صفورية، بتقدر تتكرم علي تعطيني شوية بضاعة أسرح فيها أبيعها وأجيب لك حقها آخر النهار؟ صدقني أنا مش راح أهرب،
البزي رفع عينه على النار، أرجيلته جحرني من فوق لتحت 3-4 مرات، جلى حلقه وطرش بزقة بعرق الحيط. بتعيد اللي قلته ولا أمر عليك؟ سيدي أنا اسمي طه محمد علي، أنا فلسطيني من صفورية، بتقدر تتكرم علي تعطيني شوية بضاعة أسرح فيها أبيعها وأجيب لك حقها آخر النهار؟ صدقني أنا مش راح أهرب، ولحد اليوم أنا مش فاهم ليش ابتسم وقال لي خذ اللي بدك إياه. كان صار لنا كم أسبوع في لبنان، ما فيش مصاري، ما فيش شغل، معناش أكل، وأبوي مقاطع الحكي. كانت بنت جبيل تنغل فلسطينية، كل يوم يزيدوا، فيش حدا وصل وروح، بالعكس كانت توصل ناس من بلاد مرقنا عنها وأهلها سقونا وطعمونا، اليوم إحنا عم نسقيهن ومنطعميهن، والكل بستنى. وموظفين الأمم المتحدة رايحين جايين بيناتنا، ياخدوا إفادات يسجلوها بدفاترهم ويروحوا. أنا بعد ما البزي أمن لي ربطت صندوقة خشب برقبتي وعبيتها بضاعة، مواس، حلاقة، كبريت، دخان. ما هي الناس اللي فلت ما اخدتش شي معها من أساسياتها. صرت أبيع، بلشت أربح، بلش يمشي الحال، بس كل الوقت في شعور غريب، نشتغل ناكل وننام، وإحنا ما بدناش نشتغل ناكل وننام، إحنا بدنا نروح. وأبوي مقاطع الحكي، حتى بعد ما شرت له شوال قهوة برازيلية وبكرش قهوة جديد بدل اللي راح، وظل ما بدش يحكي. لحد ما في يوم جاني واحد وقال لي في واحد من بلدكم عم بدور عليك. رحت وله راعي من صفوري ملاقي سخولي في الطريق وسيقهن معه لبنت جبيل، وقال لي تفضل الأماني. أنا بعرفش إذا كلمة فرح بتعبر عن شو حسيت لحظتها، بالأخص لما أبوي يتنحنح وقال لي أعطي الزلمة حقه ناوله سخل. هاي كانت أول مرة بحكي فيها بلبنان. حلف الزلمة يحرم عليه ياخذ من السخل دانه، وراح قال أبوي روح بيع 15 سخل من 16. هاي المرة ما جدلتوش، خلال ساعة كنت قابض حقهم، مناوله المصاري، لف المصاري، حطهم في جيبة قنبازه الجوانية ونهر علينا مثل الأسد. اذبحوا السخل اللي بقي وعزموا عمامكم والعيلة كلها على العشاء. أنا الصراحة لوهلي فرحت. إلى هواة الصيد وشداة القنص لا تصوبوا غدراتكم إلى فرحي، فهو لا يساوي ثمن الخرطوشة تبدد في اتجاهه. فما ترونه عنيقا وسريعا كغزال يفر في كل اتجاه كديك حجل ليس فرحا. صدقوني فرحي لا علاقة له بالفرح. أنا كنت عم بلف علبتين لحمة إعاشي لزبون لبناني كان مطلع لي روحي قد ما مفاصلني على سعرهن، لما سمعت صوت صراخ أخوي من بعيد بقول لي طه الحق غزالي أختنا أبصر شو صابها. وأبوي بقول لك إسا تعال على البيت. بقول لك مالها غزالي يا غضيب؟ بعرفش، أمي لقيتها غمياني باب الدار، ركضت فجأة انتبهت إنه علب اللحمة بعدها في إيدي، طلعت وراي لقيته مادد إيديه لقدام كأنه خجلان يسألني شو مع علب اللحمة. زتت له علب اللحمة على طول إيدي وقلت له مسامح في المصاري وجيتك. غزالي هاي غزالة البيت يا باي محلاها، جدلتين للخصر، عينين هالوسعة مثل عود الخزران. يا باي شو كنا أصحاب أنا وياك، أصحاب كثير أنا وغزالي. فتت على الدار لقيت أبوي راكز سنسلي وحاطط راسه في الأرض. فتت على البيت لقيت أمي بتنوح فوق جسم خمران وخدود ذايبة. صرخت نادوا الدكتور. غزالي مالك؟ غزالي قومي، غزالي جبت لك الكلسات، مش طلبت مني اليوم الصبح جوز كلسات؟ جبت لك 3. ما ردتش علي. لما وصل الدكتور كان حم الجسم صار مفارقه والوجه محوط بزراق مش مفهوم. امي دبت الصوت، ابوي نهر عليها تفضحناش يا فاطمه، حرام، هي اراده ربنا.
الدكتور قال إنه عوارض مرضها وموتها بيشبهوا عوارض مرض جديد بيبحثوا عنه في المستشفيات، تدفنوهاش عبين ما أروح أجيب أمبولانس أخدها على بيروت ويشرحوا جثتها. وراح. فيش حدا بيشرح جثة بنتي ولو على قطع رقبتي. قوموا ابحثوا، خلونا ندفنها هون قبل ما يرجعوا. قمنا بحشنا، كفنا، صلينا ودفناها في المقبرة اللي بالصدفة باب البيت المستأجرينه في لبنان. وفاطمة أمي شو بدها تعمل؟ وغزلتها وإيد يمينها مدفونة باب عتبة بيتها وعتبة قلبها. يحرم عليك يا أمي إذا نشفت دمعتك لحظة أيام وتبكي. تفتح الصبح الباب وتمشي لعند قبر غزالة، تقعد كل نهار تجوح وتنوح لحد ما قلنا روحوا رجعوها على الدار. لا تعرف تشتغل، لا تعرف تاكل، لا تعرف تنام. لحد ما في ليلة جمعنا حواليه وقال احنا ما عدلناش قعاد في هاي البلد، امكم راح تروح من بين ايدينا. بكره الصبح حضروا حالكم راجعين على فلسطين. راجعين على فلسطين كيف؟ بدنا بطخونا على الحدود، بدنا شويه مصاري عشان نلاقي دليل. بعدين وين بدنا نروح؟ بنفعش، خلينا نروح على بيروت. انا هناك بلاقي شغل، بدبر حالي. قل فلسطين يعني فلسطين يا ميسر. امي دقت على صاحبه البيت المستاجرين وقالت لها ام احمد ديري بالك على غزالي، نحن لم نبكي ساعه الوداع، فلدينا لم يكن وقت ولا دمع ولم يكن وداع يميتها. حملنا 20 رغيف خبز، تنكة زيت خروب، شويه اواعي، حطينا ابوي على ظهر حمار ومشينا. نحن لم ندرك لحظه الوداع انه الوداع، فأنى لنا البكاء. نحن لم نسهر ولم نغفو ليلة الرحيل. ليلتها لم يكن لدينا ليل ولا نار ولم يطلع القمر. أنا ما ودعتش أميرة، أنا ودعتها، بس ودعتها مع الكل. بس أنا متأكد إنه نصيبها من وداعي وصلها. وصلنا ولا البلد صار شكلها غير، حتى ريحة الهواء غير. قالوا لنا انه رجع عصفوري ما في، وانه ضربنا عرينا عن قرايبنا، وانه البلاد بطل اسمها فلسطين، صارت إسرائيل. لازم نلاقي حدا يمونا ويرشي الحاكم العسكري عشان يطلع لنا هويات، لأنه إذا الحكومة مسكتنا بلا هويات راح تزتنا على الحدود. وبالفعل المختار كان صاحب الحاكم العسكري، وقال لأبوي من أول يوم بيقدر يطلع له هويات، بس أبوي لازم يقبل يجي على عشاء عند المختار على شرف الحاكم العسكري، يتعرف عليه ويحنن له قلبه. باطل، ولا يمكن أجمع أنا وياه في بيت واحد. شو هي دايمية الهن؟ منستنى. الأرض خائنة، الأرض خائنة، الأرض لا تحفظ الود، الأرض لا تؤتمن، الأرض مومس تدير مرقصا على رصيف ميناء، تضحك بكل اللغات وتلقم خصرها لكل وافد. الأرض تتنكر لنا، تخوننا وتخدعنا، والثرى يضيق بنا، يتذمر منا ويكرهنا، والوافدون بحارة ومغتصبون يزيلون الحواكير ويدفنون الأشجار، يمنعوننا من إدامة النظر إلى زهور البرقوق وعصا الراعي، ويحرمون علينا لمس البقول والعلت والعكوب. جديلة هي السبب الوحيد الذي يشنقني إلى هذه العاهرة. بعد ما أبوي سلم على الحاكم العسكري والحاكم سلمنا الهويات وفهمنا انه فش ونعمل بريني، حملنا شراشنا ونزلنا استأجرنا غرفة في السوق في الناصري. ما كناش واعيين لشو عم بيصير معنا، بدنا نعيش ونبقى ببلدنا مثل ما تقولوا شرش صراع البقاء طاغي على كل منطق وشعور، مثل ما تقولوا المذلة ولا الموت، على أمل انه المذلة ما تطول
وبلشت استنى أميرة. كمان مرة ربطت صندوقة خشب برقبتي وعبيتها بضاعة ودرت أسرح بين الناس عند بساطة العفيفي، بس قوانين دولة اليهود في مراقبة البيع والتجارة حبستني كم من مرة في تهمة التهريب وأنا استنى أميرة. فتحت كيوسك فلافل، بالمقابل شريت قاموس تاج العروس بسعر دونم أرض وكتب تعلم الإنجليزية بدون معلم، وعلمت نفسي إنجليزي وأنا استنى أميرة. سكرت كيوسك الفلافل لأنه الأرباح ما أجت على قد الأتعاب، وشاركت صديقي أنيس في دكانته في وسط البلد. أنيس بعد سنة وشوي باعني حصته، وأنا بهاي السنة سمعت أول سيمفونية لبيتهوفن في حياتي، وقررت أتعلم أعزف على الكمانجا وأنا أستنى أميرة. وما تقول لي يا طه يا حبيبي بدكاش تفرح قلبي يا ميمتي، صرت ابن 20 اتجوز، تعرفت على الكاتب ميشيل حداد صاحب مجلة المجتمع، سكرت الدكانة وفتحت دكانة سوفينير، مسلم يبيع حليا مسيحية لليهود وأنا أستنى أميرة. وما تقول لي يا طه يا حبيبي خلاص اتجوز بكفي، صرت ابن 25. فجأة مرضت، صفريت، صرت اقح دم، اخذوني على المستشفى، طلع عندي السل، قال لي الدكتور لازم تبقى في المستشفى يمكن اشهر بس لازم تبقى. بقيت بالمستشفى، كملت دروسي الانجليزي، قطعت شوط في الادب العربي الحديث، وقفت دروس الكمانجة، بس ضليتني استنى اميرة 10 اشهر في المستشفى. كانوا طوال لاول مرة بستسلم فيها للحياة والعجز. طلعت من المستشفى، رجعت على الدكانة، رجع ميشيل وامي تقول لي يا طه يا حبيبي صرت زلمه وصحتك رجعت لك، اتجوز. وانا مش متجوز غيرها، انا مستني اميرة. صارت دكانتي صالون ادبي، اجا راشد حسين واميل حبيبي وحنا ابو حنا وطلاب الثانويه محمود درويش وسميح القاسم. صرت اكتب، بلشت اكتب قصص قصيره، مش القصص اللي هي مش هذا اللي بدي اكتبه، وانا استنى اميرة. وامي تقول لي يا طه يا حبيبي حرك حالك، حيد عن ضرب اخوتك، صرت عبواب ال30 يا ميم تتجوز. وفي يوم اجاني واحد من بلدنا ملتقي مع ناس من عيلتنا في السعوديه في الحج، أعطوه مكتوب فيه إنه الجميع بخير، وإنه العيلة كلها انتقلت على عين الحلوة، وإنهم مشتاقين لنا وبدعوا لنا ليل نهار، وإنه أميرة تجوزت. آن أخيرا لهذا القلب أن يقفر، أنت له أن تفارقه الأزهار، أن تحجره المنى والأعاصير، أنا له أن تغادره الأجنحة، أنا له أن ييبس كما تيبس الصدفة، وأن يفرغ من هواجسه وأشباح غيلانه. جمعنا حواليه، كان مشهد مثل الفيلم. نحنح أبوي وقال بدي أوصيكوا. قلنا له بعيد الشر عنك. قال لا، أنا حاسس إنه ساعتي قريبة وعندي لكل واحد فيكوا وصية. قال واحد من إخوتي بوصيك تسد ديونك، للثاني قال له بوصيك تلاقي بنت الحلال، ولما وصل لعندي قال لي روح أنت فيش إلك عندي وصية. قلت له ول شو مش ابنك أنا؟ فيش شي بدك تقول لي إياه؟ فرك عينيه، تركهن مغمضات فترة طويلة، ولما فتحهن قال لي طه انت احلامك كبيرة، اكبر من اي وصية ممكن اوصيك اياها. صار يبكي، ما فرجتوش انه انا كمان عم ببكي. قلت له بصيرش يابا، لازم تنطيني حظ من وصيتك. عاد اللي قالوا انت احلامك كبيرة، اكبر من اي وصية ممكن اوصيك اياها اكيد. ومات. أنا في الوداع وعجوبة،
أنا لم أودع شيئا من أشياء الدنيا إلا وفقدته إلى الأبد. كنت صرت متجوز الإنسان اللي قلبت فوق إنها شريكة الحياة للقارئ الأهم والأول لكل ما أكتب. كان صار جاييني نزار وليلى ميت عصام ومعوض في أسامة، وفي الشتاء تأتي طيور غريبة لجأة. كنت صرت شاري بيت عيلة كبير وفاتح دكاني في الكازانوفا. ستأتينا يمامة زيتون، يمامة فاتنة، يمامة عطرة، يمامة رشيقة أليفة. بعرفش إذا هو موت أبوي، إذا هي وصيته. كتبت أول قصائدي 3 قصائد، ضائع ومجهول هذا الصوت الذي يبلغني. سحبوهن من الجرور ونشروهن. أنا كنت متأكد أنه فيش حدا معني يقرأ شو بكتب. لا دموع الفرح بها ولا دموع الخوف علي. الكل انفعل، قالوا لي كمل اكتب. بس أنا وقفت كتابي. بعرفش ليش وقفت كتابي. يمكن لأنه هو مبنى قصيدتي اللي مش مألوف. يمكن هن مضاميني اللي ما كانتش في الموضة. يمكن هن أولادي اللي عم بشوفهم بيكبروا قدامي ومكتفي في شوفتهم، لكنها ترحل فجأة كما جاءت فجأة. فالشتاء الذي أحضرها ما عاد، وأجا أيلول الأسود، وعبد الناصر مات، وأجت حرب أكتوبر، وأجا يوم الأرض، وأجا السادات على الكنيسة، وأجاني مرض العملقة طرافي بلشت تكبر، إيدي الجري لساني قلبي. قال لي رحت على الدكتور، قال لي هذا مرض بقتل صاحبه. شق لي صدري وأنقذني من الموت، بس شكله فتح لقلبي مهرب كنت مسكر عليه منيح. أنا سأعرفها بمجرد أن أراها، سأعرف أطواق النكبات المعلقة بعنقها. كنت قاعد باب الدكان لما قريت هاي العبارة: سنقتل الفكرة الشعب الفلسطيني. وكتبت الجيروزاليم بوست انه قوات شارون وصلت عتبة بيروت، وانه الضرب هالمرة قاضية، وان مخيم عين الحلوة تحول بشكل ممنهج الى ركام، وان قوات شارون لم تترك شيئا في المخيم الا وقصفته. عين الحلوة الان ساحة بقطر 2 كيلومتر مربع من الحطام المتشابك والقمامة المتعفنة والخرق. عين الحلوة أميرة بعين الحلوة، عين الحلوة أميرة بعين العين الحلوة، أميرة بعين الحلوة، عين الحلوة أميرة صفوري، أميرة عين الحلوة، أميرة صفوري، أميرة عين الحلوة، أميرة. عندما يرحل أحباؤنا كما رحلت، تبدأ بداخلنا هجرة لا تنتهي، ويحيا معنا يقين أن كل ما هو جميل فينا ومن حولنا ما عدا الحزن يرحل يغادر ولا يعود. فأشجار الرمان التي كنت تحبين أزهارها ترهلت أغصانها، وغادرتها الظلال والطريق، وأشجار الكينة وجداول الماء كلها رحلت بعد رحيلك ولم تعد. وفي الشتاء تأتي طيور غريبة لاجئة، فيها سمان وفيها عصافير أجنحتها ملونة، فيها طيور جارحة وفيها طيور رقيقة حزينة تأسر بطيبتها، تلقط الحصى والقمح وترتجف من شدة البرد وعمق الإحساس في الغربة، لكنها جميعا ترحل فجأة، تأتي فجأة في الشتاء وترحل فجأة. معه لدي يا أميرة شعور غريب وقوي يتعزز كل شتاء ليصبح أكثر قوة وأشد غرابة. فأنا أشعر بأنك ستأتين يوما مع هذه الطيور، ستأتين يمامة زيتون، يمامة فاتنة، يمامة عطرة، يمامة رشيقة أليفة قلقة تهبط عند شجرة الكرز من حديقتنا، يمامة شعورها بالبرد قاتل، إحساسها بالغربة قاتل، يمامة تبتسم وفي عينيها بساتين حزن تنوح وفي هديلها بقايا فرح. غريب الشعور بعد ما كتبت هاي القصيدة، كأنه بعد ما كتبتها فهمت مين أنا، صلحت مع نفسي،
مع أميرة، مع أبوي، مع كل الدنيا. وفهمت إنه اللي صار لي أحبطه فيي فوق 50 سنة فرض نفسه علي. الشعر فرض نفسه علي. أمنت لفكرة إني شاعر. صدق أبوي، أحلامي أكبر من أي وصية كان ممكن يوصيني إياها أكيد. وأنا من هذاك النهار وعدت إنه قلمي ما ينشف. بقلم الرصاص الصغير هذا سأرسم الدنيا وأكتب العالم، أكتب الحب والموت، أصور الحزن والضحك، أصف الغبطة والبرق والقرنفل، وأحكي للإنسان عن أسطورته، عن طفولته ولعبه، وأروي له عن امتطائه التلقائي لصهوة قطار لذته السريع. يشجعني على ذلك أني رأيت مرة من نافذة صغيرة في حائط سميك الأفق والبحر والسماء رأيتها، ووجه الله شاهدته كما تشاهد خاتمك. المجلات بلشت تنشر والجرايد تكتب والدارسين والمهتمين ييجوا على الدكان، وأنا شاعر نفسي، شاعر. اتصل لي سميح القاسم وقال: طه حضر حالك طالعين على لندن في احتفال لشعراء العرب كلها. قلت له طيب شو المطلوب؟ خلي شو المطلوب؟ بدك تيجي وبدك تقرأ في وحدة من الأمسيات من قصائدك. لندن؟ أنا في لندن؟ أنا في بلد مرابط خيلنا، بلد إذاعة الBBC، إذاعة المذيع اللي كان يزف لنا أخبار اندحار الرومل في الحرب العالمية الثانية. وصلنا لندن، وعلى فكرة صيف لندن بيشبه صيف الناصري، نفس الشيء بالفعل بيشبه. وبالفعل كل شعراء العرب كانوا هناك، نزار قباني ونسي الحاج، محمود درويش، حدث ولا حرج. وأنا أنا ماكلني الحرج. أجا اليوم المفروض سميح يقدمني فيه للجمهور، وقاعد ومتأكد أنه شنطتي بجنبي فيها كل أوراق كل القصائد اللي بدي أقرأ منها، وعم براجع بيني وبين حالي المقدمة اللي بدي أحكيها قبل ما أبدأ أقرأ من القصائد. كنت أفكر أحكي عن أهمية هذا اللقاء بيننا وبين أشقائنا العرب، وعن وقع هذا اللقاء في نفوسنا جميعا. وكنت أوصل سلام الأهل للأهل في المنفى والشتات، وأنا في خضم التفكير نادى عريف الأمسية على اسمي. طبعا زقفة الجمهور ما كانتش على قد حماسة نبرة ندائه، ما حداش بيعرفني. وقفت وبلشت أمشي باتجاه منصة الإلقاء، بس مثل ما تقولوا في إشي بسحب بإج اليمين لورا والقاعة تضحك، وأنا مش فاهم. بس كل خطوة زيادة أعملها مثل ما تقولوا ولد صغير مش شعبط فيه وبشد فيه لتحت والقاعة تضحك، وأنا مش فاهم. طلعت أتاري بزيم الصندل علقان في الشنطة وشحتها قدام شعراء العرب أجمعين، ولو شوية شرقلت ورحت على طولي. ضحك الجمهور، فكيت البزيم، زقفت القاعة، وصلت منصة الإلقاء وما بعرف كيف وصلتها من الخجل. وطبعا ما عادش في مجال لمقدمات، طقعت. فتحت الشنطة بدي أطول لي أوراق القصائد اللي بدي أقرأ منها. في الشوراق، وين الأوراق؟ قبل دقيقة ونص فاحصهم كانوا في الشنطة. فقعت القاعة من الضحك، أنا انضغطت. قام سميح يساعدني، حط إيده في الشنطة، وتقول في قدرة قادر طلع الأوراق بالضبط وين كنت أفتش عليهم قبل بثانية. فقع الجمهور من الضحك، وأنا ابتسمت بسمة عذر. وأول ورقة وقع عليها نظري بلشت أقرأ منها: عبد الهادي يصارع دولة عظمى، في حياته ما قرأ ولا كتب، في حياته ما قطع شجرة ولا طعن بقرة، في حياته ما جاب سيرة للنيويورك تايمز بغيابها، في حياته ما رفع صوته على أحد إلا بقوله تفضل، والله العظيم غير تتفضل. ومع ذلك فهو يحيا قضية خاسرة حالته ميؤوس منها، وحقه ذرة ملح سقطت في المحيط. أيها السادة، إن موكلي لا يعرف شيئا عن عدوه، وأنا أؤكد لكم
أنه لو رأى بحارة الانتربرايز لقدم لهم البيض المقلي ولبن الكيس. هاي المرة القاعة ما ضحكت، إنما وقفت على إجريها وزقفت. أنا هيك، أنا في حياتي ما إجاني لعندي إشي بسهولة. أنا أصلاً أجيت على الدنيا غصب عنها، مش بخاطرها، ما كانش بدها إياني.